انا محتاج الخبره عشان اشتغل، بس انا محتاج الشغل عشان يبقى عندي الخبره. انا رقم واحد بالنسبه لي يكون بيسمع الكلام. اهلا بيكم. النهارده هنبتدي نتكلم على حاجه يمكن مختلفه شويه. مش مختلفه ولا حاجه، يمكن دي مشكله ناس كتير قوي بتعيشها. الطلبه اللي موجودين في الجامعات دلوقتي وقربوا يتخرجوا، سنه تانية بقى، سنه تالتة رابعه، سنه خمسة كمان، او اللي اتخرجوا اوريدي بقالهم شهرين او ثلاثة او سنه. وايه الالم الحقيقي اللي هم بيعيشوه في لايف سيزون. وفي البودكاست ده هنتناقش مع دكتور محمد ابو نور، وهيكون معاكم حازم مصطفى، عن الاسباب الرئيسيه والالم اللي الناس دي بتعيشه في الوقت الحالي وحلوله ايه هي. اهلا بيك يا دكتور ابو نور. اهلا بيك يا حسن، اهلا بيك منورني يا أستاذ. ومشرفني. اهلا بيك، وبجد موضوع مهم جدا ان احنا نتناوله وان احنا نتكلم في الحته دي مهمه جدا. ممكن تبان لبعض الناس ان هي حته عاديه او بيزك او حاجه اساسيه، لكن فعلا الناس كتير جدا في المرحله دي هم محتاجين يسمعوا الكلام اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. ان شاء الله يبقى حلقه مميزه وفعلا الناس تطلع مستفيده جدا منه. طيب في البدايه خليني اسالك بسؤال واضح يعني ومباشر. ايه الالم الرئيسي او الوجع الاساسي اللي الطلبه دي بتعيشه او حديث التخرج؟ بص حازم، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. اول حاجه خلينا نقول ان الحديث التخرج والناس اللي لسه دلوقتي الاندر جرادويت او اللي هم لسه في المرحله النهائيه او لسه حتى بيدخلوا الكليه، اكتر حاجه بتشغلهم تقريبا الناس دي بتقول لك انا هشتغل ايه اول ما اتخرج. ولو هو عارف هو هيشتغل ايه اول ما يتخرج بيسأل نفسه سؤال مهم جدا: هو انا اول ما اتخرج هلاقي شغل ولا لا؟ وسؤال تاني اصعب شويه: هل المقومات الشخصيه والمهارات الشخصيه بتاعتي تؤهلني ان انا اعرف اشتغل ولا لا؟ السؤال الاصعب بقى واللي هو اجابته يمكن يعني ناس كتير جدا بتقعد سنين عشان تعرف تجاوب عليه، هو سؤال مهم جدا: هل خروجي من الكليه هيؤهلني تماما ان انا اقدر اخرج من الكليه اعرف اشتغل على طول ولا لا؟ طيب هنا نقدر نقول حاجه بقى مهمه بالنور، انه في فجوه كبيره موجوده، صح كده الكلام؟ مع المتغير السريع اللي كلنا دلوقتي، انت بتنام في حال تصبح في حال تاني خالص. انت كنت في كوكب تلاقي نفسك نقلت كوكب تاني بشكل سريع جدا. ويمكن دول اكتر ناس لانهم بره سوق العمل او الاغلبهم بره سوق العمل، هو مش قادر يواكب اللي بيحصل. وممكن يدرس حاجات كتيرة جدا في 4 سنين او 5 سنين ويخرج يلاقي ان اللي انا درسته ده ولا حاجة، ده انا هعمل بيه ايه ده؟ يعني يا دوب يبيع لي بسمر يعني الموضوع كده والله بص يا حازم، يعني انت دلوقتي حطيت ايدك بالظبط على نقطة مهمة جدا وشغلة تفكير ناس كتيرة جدا، اللي هو زي ما بيقولوا كده بالبلدي: اللي انا شفته حمادة واللي انا داخل عليه حمادة تاني. اللي انا ذاكرته ده حاجة والشغل حاجة تانية. وعادة الناس اول ما تتخرج من الكلية يقول لك بس سيب بقى كده كل اللي انت درسته على جنب، تعالى بقى نشوف هنبتدي نعمل ايه. وهنا بقى بيبتدي زي ما نقول كده الصدمة. الخريج بيتخرج: هو انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ هل المفروض اشتغل ولا المفروض اروح ادفع فلوس اللي هو انا عشان لسه ما اخد اشتغلتش كورسات عشان اخد اخد كورسات كورسات تاني بقى علشان اه ابتدي اتعلم؟ بس احنا حتى في الحتة دي النهاردة في الوقت الحالي. انا يمكن بقابل ناس لسه فريش جراد او حديث التخرج. في مشكلة حقيقية. ايه المشكلة؟ ان الاب والام النهاردة يعني طالع عينيهم علشان يصرف عليه الفترة بتاعة انه ال4 سنين، ما بيصدق انه هو خلص كليته. انزل بقى اشتغل وعيش حياتك. فالنهاردة اللي انت بتقول عليه ده واحد خرج من الكلية مطلوب منه فلوس علشان يروح ياخد كورسات علشان يروح يشتغل وياخد فلوس، مع العلم انه هياخد ملاليم برضه بالارقام اللي بنشوفها النهاردة. هو ملاليم لو المهارات الاساسية مش موجودة. صح. اه
وده بقى مهمتنا النهارده، عشان كده إحنا بننصح كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي يركّزوا كويس جدًا، ويجيب ورقة وقلم ويسجّل notes لإن الحاجات دي مهمة جدًا. صحيح. انا صدقني مش عايز ورقه وقلم. انا ما بحبش الورقه، انا بحب المعلومه تثبت في المخ، تعلم. يعني اللي قاعد بيسمعنا النهارده انا عايزه يبقى في اكشن بيتاخد، في خطوه فعليه بتتاخد. انت النهارده سمعت الحلقه، تخرج منها بهدفين 3، خطوتين 3، حط في الفعل وابتدي اتحرك. ده اللي انا عايز اوصل له مع الطلبه اللي بتسمعنا او الناس اللي لسه متخرجه جديد. خُد بالك عشان الطلبة أول ما تقول لهم ورقة وقلم يعرف خلاص إن الموضوع مهم، ايوه ويالّا بينا ايوه طيب، أول حاجة إحنا بنتكلّم، خلّينا الأول نفهم هو أنت ليه بتحس بالفجوة أول ما بتتخرّج، وبتحس إن أنت في في جاب فجوة، في بعيده، gap. في مسافه. طيب، أول حاجة مهمة جدًا، ده لإن في فجوة ما بين الحاجات اللي أنت بتتعلّمها في الكُلّية، وده يعتبر هو الجزء النظري أو الtheoretical، مم. وبعد كده أنت بتتخرّج من الكُلّية مُطالب إنّك تطبّق عملي. كويس. وتاني حاجة ودي مهمة جدًا، إن زي ما أنت كنت بتتكلّم في الأول، إن العلم بيتطوّر تقريبًا يوميًا في شتى المجالات، صحيح. مش هنتكلّم بقى سنويًا والّا شهريًا، لأ، كل لحظه، كل يوم كل في update. بكل لحظه. فهل المناهج بيحصل لها update والّا لأ؟ ده برضه سؤال مهم جدًا. طيب، أنا كطالب المفروض أعمل إيه؟ يعني المفروض سؤال بتسالني لأ، اجاوب ولا يعني انت أنا انت كطالب بقى هترد؟ ماشي. المفروض أعمل إيه؟ ايوه. طيب، أول حاجة أنا محتاج من كل طالب أو خرّيج في المرحلة العمرية دي، إن هو يفهم كويس جدًا حاجة اسمها رحلة التعلُّم. اوكي. رحلة التعلُّم. مم. رحلة التعلُّم دي بتتكوّن من 3 حاجات. عظيم. أول جزء هو الجزء النظري، اوكي. والحقيقة إن الجزء النظري ده في رحلة التعلُّم لا يمثّل أكتر من 10% بس. يعني أنت بتخشّوا تدرس بتفق معاك، وتتعلّم، بتفق معاك. لا يمثّل 10% أكتر من ومجاملينه كمان 10%. في النسبة كمان. صحيح. بيخُش على المرحلة التانية وهي مرحلة التطبيق العملي، امم. الجزء النظري. امم. وهنا بقى بتيجي المشكلة، لإن أنت لمّا تتحوّل من الجزء النظري للجزء العملي، فأنت هتبتدي تطبّق، فتبتدي تتعلّم الحاجة بنسبة توصل بعد كده ل30%، فأنت اتعلّمت بنسبة 40%. طب أنا هاسأل سؤال ليا أنا دلوقتي قبل الطلبة بقى. إحنا بنتكلم على الجزء النظري النهاردة هو 10% من 100%. أخش بقى للتطبيق. أنا كده حصلت أو توصلت ل30%. الجزء التطبيقي ده مش 30% لوحده. 20% جزء تطبيقي وبعدين و10% 10%، نظري قبل 10%، فهنا كده 30%. اتعلّمت أوكي. بنسبة 30%. تمام. طيب، ال70% من التعلُّم ده راح فين؟ أيوه. هو الexperience أو الخبرة. وهنا بتيجي بقى المعضلة الكبرى. طب أنا لسه متخرّج، إزاي يبقى عندي experience؟ وده اللي إحنا هنتكلّم فيه أعتقد وهنتناوله خلال البودكاست، إزاي أنت في المرحلة دي تعرف تكتسب تبني تبني خبرات، ازاي الخبرات تبني دي. خبرات بس أنا عايز من تبقى جاهز حضرتك نسبيا. كطالب إن أنت على الأقل تطلع بال30% اللي هم النظري والعملي. للأسف المشكلة الكبيرة جدًا إن الطلبة بتركّز فقط على الجزء النظري، فبيفوتها كتير جدًا من الحتّة العملية، فبيطلع بال10%، فبيبقى محتاج يبدأ من بعد ال10%. انا ابو النور بشوف حاجه الصراحه، معلش انا قطعتك، بس في الحته دي بالنسبه لي مهمه جدا وانا مؤمن بيها ايمان كامل. ان الطلبه النهارده محتاجين يكونوا رجاله. رجاله بمعنى ايه؟ انت شايف النهارده ابوك او امك شقيانين علشان يصرفوا عليك، والموضوع مش سهل. وانت شايف ان انت لما تتخرج انت شايف انك محتاج تاخد كورسات وتطور من نفسك. طب ما تشتغل وخد الكورسات وانت بتدرس. على فكرة أحسن فرصة إنك تدرس وتاخد كورسز وتتعلم وعندك مساحة من الوقت وإنت بتدرس. ده حقيقي على فكرة، ودي آه. أحد الحاجات اللي إحنا هنبتدي نتكلّم عنها النهارده في الحلول فيما بعد، اللي تخلّيك تقدر تقفل الفجوة دي على قد ما تقدر. وأنا متبني الفكرة بتاعتك فعلًا، إن الطالب لازم يبقى عنده الثقافة إن هو لأ، إن أنا ممكن أقدر أشتغل، ممكن أقدر أعتمد على نفسي، صحيح. ممكن صحيح. أقدر أتعلّم كمان مهارات جديدة خلال الفترة اللي هي أنا شايف إن هي اسمها فترة التأهيل، اللي هي فترة مظبوط. الجامعة، مش مظبوط. مجرد فترة دراسة. وإن مظبوط. الحياة العملية بتبدأ من ساعة دخولك الجامعة، مش بتبدأ من ساعة ما أنت اتخرّجت من الجامعة. مظبوط. بس، فدي حاجة مهمة جدًا الحقيقة. احنا حتى عارف لو خدناها يمكن بنية انك بتساعد بس بنية انك بتساعد ابوك في المصاريف وتخفف الحمل. صدقني ده باب يسهل عليك حياتك بعد كده. هتلاقي ربنا بيوفقك اصلا وتلاقي شغل بسهولة وتلاقي الدنيا مشيت. دي حاجة يعني. حاجة قوية جدًا إن أنت هتساعد زي ما أنت بتقول كده، حاجة روحانية إن أنت
بتعمل نيتك لربنا سبحانه وتعالى في الحتة دي، وفي نفس الوقت فيها فايدة، هنتكلم عنها صحيح. بالتفاصيل كمان، وإيه الفايدة اللي ممكن تطلع بيها في خلال البودكاست وإحنا بنتكلم دلوقتي. صحيح. طيب لو جيت النهارده رحنا بقى لحته تانية، برضو الطلبه بتفضل ايه، تفضل تفكر، عارف فكره ايه، البيضه ولا الفرخ، ابدا بده ولا ابدا بده. احنا كتير بنسمع عن حاجتين، هارد سكيلز او تكنيكال سكيلز او مهارات متخصصه، و سوفت سكيلز المهارات اللي هي البسيطه السهله يعني. طيب هل ايه الطالب يبدأ بيه قبل ايه؟ وهل الاتنين مهمين ولا حق واحد بس هو اللي مهم ولا؟ ده سؤال مهم جدًا بصراحة يا حازم، ومحتاج الناس تركّز كويس جدًا فيه. ليه؟ لإن أنا النهارده محتاج أتعلّم إيه؟ إيه المهارات اللي لازم تبقى موجودة عندي؟ زي ما أنت كنت بتتكلّم إن في حاجة اسمها hard skills أو الtechnical أو المهارات التقنية مظبوط. للوظيفة اللي أنت عايز تشتغلها، وفي مظبوط. حاجة اسمها الsoft skills ودي ليها علاقة أكتر بالمهارات الشخصية بتاعتك. اوكي. السؤال المهم جدًا، أنت لمّا تشتغل في أي وظيفة في نوعين من المهارات. مم. مهارة تقنية ودي المهارة اللي أنت محتاجها عشان تشتغل في الوظيفة. على سبيل المثال أنت مهندس فأنت عندك شوية مهارات تقنية محتاج تتعلمها، محتاج تطبقها علشان تبقى تمارس وظيفتك كمهندس، والّا أنت إيه مظبوط. رأيك؟ مظبوط. مظبوط. طيب أنت جوّه الوظيفة دي هتبقى عايش لوحدك والّا بتتعامل مع بني آدمين؟ في فريق، في ناس، صح في كده؟ بشر. عندي مديري، عندي بشوف ناس، صباح زمايلي، الخير صباح النور، بنحتك بنتكلم. عندي عملا، طبعا طبعا. فأنت محتاج كمان مهارات شخصية. اوكي. ودي الsoft skills زي مهارة التواصل، فأنت بتعرف تتواصل مع البني آدمين كويس، تعرف تتواصل مع مديرك، تعرف تتواصل مع العُملا اللي موجودين معاك. بتأكيدا على على اللي انت بتقوله. انا يمكن قعدت مع ناس كتير في مقابلات شخصيه، من الشباب اللي موجودين، انا مش هكبر نفسي يعني انا لسه شباب برضو، من الشباب اللي موجودين في اللي هم 22 23 24. بلاقي ان فيهم، بقابلهم عندهم تكنيكاليتي عاليه قوي، او عندهم مهارات تقنيه عاليه جدا جدا جدا، بس هو مش قادر يوصل ده. هو حتى هو قاعد معاك، قاعد ايه، مرتبك، مش قاعد عارف، قاعد خايف، عنده مش عارف حاجة مش عارف ينظم، يوصّلها. عنده حاجة مش عارف دي يوصلها. المهارات الحياتية اللي إحنا بنتكلم عنها soft skills، المهارات انا يمكن لو قلت الشخصية، لك كده انت هتكرهني، انا عارف انت مش بتؤيد ده قوي، اللي لكن انا هو يمكن انا واحد من الناس بميل للسوفت سكيلز اكتر من الهارد سكيلز. لأ ده بالعكس. انا على المستوى الشخصي. خُد بالك من اه. حاجة رقم 1 بالنسبة لي، أنا هاقول لك على حاجة مهمة جدًا اوكي. يمكن دي بنقابلها في الشغل كتير جدًا. كويس. أنا بالنسبة لي ممكن أعلّم موظف technical لكن ما أقدرش أعلّمه حاجات شخصية، سلوكيات شخصية، مهارات شخصية، شوية بتبقى أصعب. يعني أنا لو موظف جاي لي بمهارات شخصية قوية، على فكرة أنا معاك في النقطة دي، لو عنده مهارات شخصية قوية وكويسة، بيعرف يتعامل مع الناس، بيعرف يشتغل في teamwork مع الناس في جماعة، بيعرف عنده ذكاء اجتماعي، اوكي. موظف كمان طيب ما احنا بيعرف. متفقين، انا بقول لك انا متفقين بميل تمامًا، للسوفت سكيلز أنا اكتر. باميل اه كده. انت قلت لي بس مختلف، مش لا معنى احنا كده لا، متفقين. لأ، أنا متّفق اه. معاك تمامًا، بس مش معنى كده إن الtechnical أو الhard skills هي مش مهمة، لأ، لا لا، ده بالعكس، بيز اساس دي اساس، طبعا الأساس. طبعا طبعا. الفكرة بقى إن أنا باشوف كتير جدًا من طلبة الجامعة ولسه الخريجين بيميلوا زي ما أنت بتقول أكتر إن هم يروحوا يتعلموا الtechnical skills أو الhard skills أكتر من الsoft skills، مظبوط. ظنًا منه إن هو كده ده هيخلي إيه، سعره في السوق زياده، هيخلي زيادة. عليه طلب عالي. وزي ما أنت قُلت هو قدّامي موجود في المقابلة، عنده مهارات تقنية عالية جدًا، بس هو مش بس مش عارف هيروح يقابل يوصّلها، عميل، مش عارف هيضيع لي يوصّل لده، ديل بملايين. مش طب عارف انا يوصّلها، ده هو صحيح. فاهم، مم. بس مش عارف يوصّل اللي هو فاهمه. مظبوط. فدي في الوقت ده بتبقى مشكلة كبيرة جدًا، إن أنت حتى بتفقد التعبير عن نَفْسك. يمكن علشان كده ده اللي انا باكد عليه بقى في اللي انت بتقوله، فكره ان الطالب يشتغل وهو بيدرس، ان هو يحتك بالناس، يبدا يفهم العقول بتاعه البني ادمين بتفكر ازاي، السوق طالب ايه النهارده، انهي صح، مهاره صح، مطلوب، صح. فيقدر يبقى مرن بسرعه مع السوق، ويبقى عارف يحط اتجاه، انا هتعلم اكتر في الحته دي.
لكن طول ما انت قاعد في البيت انت بتدرس من الكليه للبيت ومن البيت للكليه، ومش بس كده، قهوه بقى واصحابي ومش عارف ايه، واعتقد كل ان الكلام قدامه ده. فرصة حسب ان هو يشتغل حتى فريلانس او عنده ريموتلي. طبعا عنده فرصه كبيره انه يعمل كده. اشتغل وانت قاعد في البيت هتشتغل على صح فكره النهارده، صح. تقدر تجيب فلوس. دي الحته بقى اللي انا كنت باكد عليك فيها يا ابو النور، اللي هو ايه، انا ما زلت على قناعه وبقنع اي حد، اي طالب النهارده، انزل اشتغل. يشتغل ايه اللي هيحصل؟ احتكاك بالبني ادمين، هتفهم العقول بتفكر ازاي. وانا مقتنع جدا انه اهم خبره واعلى خبره في الحياه هي فهم البشر. طب انا اسالك سؤال يا حازم، اه لو اسالني. انت جالك طالب لسه مش لسه بيدرس وعايز يشتغل، ماشي. هتبص عليه اكتر حاجة وان هو ايه المقومات اللي موجودة عنده عشان ممكن يشتغل وتوافق يشتغل معاك؟ ايه المقومات او المهارات اللي موجوده اللي عنده؟ شايف ان هي بتبقى موجودة يعني مقارنة بان هو طالب يعني. انا رقم واحد بالنسبه لي يكون بيسمع الكلام. دي اول حاجه بالنسبه لي، ان هو بيسمع كويس. بيسمع كويس دي معناها ان هو عنده قابليه للتعلم. انا هعلمه، صح انا هعلمه. صح فلو المهاره بتاعت انك بتسمع كويس دي موجوده فيك، صح. انت بالنسبه لي اكسبت. يبقى واحدة من ضمن الحاجات يعني اللي احنا شايفين ان الطالب محتاج ان هو بجد يفتح دماغه وعقليته فيها وطريقة تفكيره، ان هو يبقى عنده دايما القدرة على التعلم ومنفتح ان هو يتعلم حاجة جديدة. صحيح صح صحيح. كده؟ وعلى هي فكرة حته كده، عارف زي ما بيقولوا ايه، يعني برشامه صغيره. لما بتدخل دايما مكان جديد، فكره انك تقول حاضر ونعم دي بتكسبك انت اكتر واحد. مم. هتخلي كل التيم اللي حواليك. الجيل الجديد يقول لك انت كده عايز تلغي شخصيتي. لا بالعكس، بالعكس، شخصيتك هتظهر لوحدها والناس هي اللي هتبقى عايزه تظهرك. مم. بفكره ايه؟ فكره حاضر ونعم دي مهمه جدا جدا. انت داخل مكان جديد، داخل على ناس جديده، كل واحد برنس في مكانه من الناس اللي انت داخل عليهم. فانت وعيلات. داخل النهارده طبعا داخل عايز تفرد عضلاتك، اتعلمت كلمتين حلوين وخدت كورس مش عارف في ايه، وداخل النهارده بتفرض نفسك على اللي موجودين. محدش هيقبل بده. ففكره انك تقول حاضر ونعم لغايه ما تستكشف المكان، تفهم الخطوات بتتم ازاي، هتلاقي الناس اصلا بتحاول تدعمك في انك تكبر وتظهر. انا متفق معاك تماما تماما في النقطة دي بالذات، ان انت محتاج يبقى عندك فعلا اكتف listening، تسمع كويس جدا، مظبوط مظبوط. تفهم، ما تدخلش مكان جديد وانت لسه بتبتدي انك انت اللي عايز صحيح تقول وتحط صحيح. انطباعاتك. لا، احنا هنطلب منك يا سيدي، احنا عايزين نستفيد منك وهنطلب منك. هنطلب منك، بس انت في الاول اسمع كويس وابتدي نفذ وتعلم، وبعد كده حط ارائك ومقترحاتك وكل وبصمتك في الشغل. صحيح بالعكس احنا محتاجين الجيل الجديد ده، ان هو الجين زي بالذات، لان هم ليهم خاصية مختلفة. ناس عندهم قدرة على التعلم، عندهم قدرة على جدا جدا التكيف. جدا. وعايز اقول لك على حاجة، انا السوق، الجيل ده بالنسبه لي جيل مرعب، امكانيات جباره. انت عارف زي ما انت عارف طبعا السوق، الناس كلها خايفة من الجيل ده. صحيح فدلوقتي كل حتى الناس المانجمنت تيم والمانجرز بيحاولوا، والمديرين بيحاولوا يطوروا من نفسهم، لان هم دايما حاسين ان الجيل اللي جاي ده مرعب، التطور فيه فظيع جدا. صحيح صحيح. فانا يعني الجيل ده هو جيل عنده كل الادوات، جيل عنده كل نقدر نقول ايه، اي معلومه بيقدر يوصل لها النهارده بسهوله. ما عندوش مشكله في انه ياخد تحدي، قلبهم جامد. ريسك تيكرز، بياخدوا عادي، عندهم جد. مخاطرة. خد بالك، عارف السبب ايه؟ السبب انه انا ما عنديش حاجه اخسرها اصلا. صح. يعني هو فكره اصلا ان انا ابيض يعني انا ابيض، فاللي انا هو اخسر ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ فده خلى النتائج تبقى اصلا أسرع. مبهره جدا. ده حقيقي. احنا كنا بنتكلم انا وانت بره الحلقه، وبنتكلم على فكره هو ليه الجيل ده سريع في النتائج بتاعته، وذكي، وخبراته بيلقطها بسرعه. وعايز يشتغل، وعنده طموح، وعنده قدرة على التعلم، وعنده لان هو طلع مش شايف ان في حد ممكن يساعده، هو اعتمد على نفسه من بدري. الاوضاع حطيته في فكره، عارف المثل بيقول ايه، بيدي لا بيدي عمرو. فهو اتحط في الوضع ده، فالوضع ده اداله مهارات قدر يكتسبها بسرعه جدا. الحتة دي بقى مهمة جدا، ان فعلا زي ما انت بتقول الجيل ده يعني هو قادر على التعلم والتغيير، وعندهم حاجة مهمة جدا بقى، ان هو زي ما انت بتقول كده، هو عايز استكشف، اه عايز طبعا. اشوف ايه اللي ممكن اعمله، ايه اللي ممكن اتعلمه. بس في حتة بس صغيرة، هي
دايما احنا عايزين بس القدرات والمقومات الشخصيه والطاقه اللي عندك دي ان هي تتوجه صح. تتحط في وانا مكان بختلف مظبوط. تماما مع نظره ناس كتيره جدا، ممكن يقول لك اصل الاجيال اللي طالعه اقل من بالعكس خالص، بالعكس، الاجيال اقوى الاجيال اللي طالعه احسن اقوى. مننا بكتير. واحنا النهارده نقدر نديهم الدايركشنز او الاتجاهات وننقل لهم الخبرات بتاعتنا ونعمل ربط ما بيننا. هم هيفيدونا على فكره جدا. احنا النهارده، انت النهارده دايما بتعمل إيه؟ انت النهارده بتفكر لبكره، بتفكر كمان 10 سنين. طيب انت النهارده عندك ترس خبرة حقيقية عملية انت عشتها مع ترس تاني قوي جدا جدا جدا، سريع وقابل للتعلم. بس فانت تقدر توجهه وتقدر توجه القدرات دي في الحاجه فعلا اللي في الاخر تطلع انتاجيه كويس. صحيح. بس نتعلم صح، ناخد خبراتنا صح، وده اللي احنا عايزين نقوله بقى. نعمل ايه كخطوات؟ ايوه، انا بقى الخطوات دي هي اهم حاجة، وعايز اسمع منك يا ابو نور الخطوات الفعلية. انا واحد النهارده بقى طب انا هفترض فرض ان انا راجل النهارده في الجامعة بتاعتي نزلت اشتغلت شغلانة واتنين وتلاتة واتعلمت واكسبت فلوس والى اخره. طيب بعد ما اتخرجت من الجامعة بقى عايز اروح اشتغل في شركة. ايه الخطوات الاولى اللي انت تنصح بيها؟ طيب الخطوات الاولى اللي اي طالب او خريج او بيبحث عن عمل المفروض يعملها، هي الخطوات دي الحقيقه بتبتدي من ورا خطوتين ثلاثه ورا. بمعنى؟ بمعنى المفروض وانت في الكلية انت بدأت الحياة البروفيشنال كارير بتاعك او الحياة العملية بتاعتك، بتبتدي دايما في المرحلة دي. اوكي. اول حاجة انا محتاج الناس تبتدي تشفت المايند سيت، تغير طريقة تفكيرها، ان هو يحط في دماغه ان مرحلة الكلية هي مش مرحلة للفسح والانبساط وبس مذاكرة والموضوع انتهى. لا، انت حياتك العملية ابتدت من زي ما هنا. كانت عندنا احنا، بالنسبه لنا كانت بالنسبة فسحه لنا بس. كانت فسحة بس. بالنسبه لنا كانت فسحه. حياتك العملية بتبتدي من فين؟ من الكلية نفسها. اوكي. انا مطلوب مني اعمل ايه؟ اول حاجه اشفت المايند سيت، طريقه تفكيري، ان انا حياتي العمليه ابتدت هنا. رقم اتنين، ابتدي ابص لنفسي، وده ما يسمى السيلف اويرنس، او ان انا ابتدي اعرف نفسي كويس اعرف جدا. امكانياتي. اعرف امكانياتي عن طريق ايه؟ اعرف ايه المهارات اللي موجوده عندي دلوقتي، اعرف ايه العلم اللي موجود عندي، ايه الصفات بتاعتي اللي انا واقف فيها دلوقتي. عظيم. طيب ابتدي يكون عندي شفافيه، هل ده يؤهلني بعد كده لسوق العمل ولا لا؟ ده ليه علاقة للسوفت سكيلز أو المهارات الشخصية اللي موجودة عندي. طيب المهارات بتنقسم زي ما كنا بنتكلم التكنيكال، هل أنا عندي المهارات التكنيكال أو التقنية اللي تؤهلني لسوق العمل ولا لأ؟ وأشوف ده موجود عندي ولا لأ، وابتدي بقى آخد الدايركشن. هنمي نفسي عن طريق كورسات، ماشي مقبول. هنمي نفسي عن طريق ان انا انزل اشتغل واجرب، مقبول. هنمي نفسي عن طريق ان انا اخد انترنشيب، والانترنشيبس بقت موجوده ان انت بتروح بتنزل في الصيف كنوع من انواع التدريب في مكان ما. في حاجه مهمه جدا الناس بتغفلها في وقت الكليه، امم. ودي واحده من الحاجات المهمه جدا. امم. وعن تجربه شخصيه، الستودنت اكتيفيتي او النشاط الطلابي اللي كتير جدا بيشوفوا ده وجع دماغ ودوشه، لا وممكن ودوشه تبقى مسؤوليه ومسؤوليه. النشاط الطلابي بيخلي عندك حاجه اسمها سكسس ستوري او قصه نجاح تعرف تحكيها صحيح. جوه المقابله الشخصيه. صحيح. الستودنت اكتيفيتي او النشاط الطلابي بينمي عندك المهارات الشخصيه، وبالتالي انت المهارات الشخصيه من انت احتكاكك اشتغلت بالبني مع ادمين. فريق، انت اشتغلت مع فكرت، فريق، عملت حصل مشروع صغير، حصلت مشكله ما حلت بينكم، مشاكل لناس، شلت مسؤوليه ناس. بقى عندك كل قياده دي مهارات لمجموعه، عماله بتنمو. بقى عندك قيادة لمجموعة صحيح. فتعلمت مهارات شخصية. صحيح. بدأت تنمي الحتة التقنية، سواء كان بكورسات، سواء كان بتدريب، سواء كان انك بدأت تتعلم لوحدك. فانت كده ماشي على التراك الصح. مظبوط. هيتوقفنا هنا بقى سؤال، انا امم. بعد ما اتخرجت انا عندي خبرة بس انا مش عارف اشتغل، ولا انا ما عنديش خبرة؟ ودي الدايلما اللي الناس بتدخل فيها، ودايما بسمعها من ناس كتيرة جدا. يا دكتور احنا، طب هو مطلوب في الإعلان سنة وسنتين خبرة، اعمل ايه؟ أعمل إيه؟ امم. طب أنا لسه متخرّج، هو امم. طالب الشغلانة بتاعتي دي امم. أو الوظيفة دي إن هو يبقى عنده خبرة، فأنا امم. أعمل إيه؟ امم. فالحقيقة دي بقى قصة تانية محتاجين إن انا إحنا صراحه عندي رد على الجزئيه دي.
دايما لو في مثلا شغلانه حد بيقول انا طالب سنه خبره او 2 خبره، وانا شايف ان انا عندي المهاره دي بس ما عنديش الخبره، انا بالنسبه لي هقول له روح قدم. مم. روح قدم وفايت جدا او قاتل جدا على انك تاخد المقابله دي وتعملها حتى لو ما اتقبلتش. انا عندي حالات كتيره، ناس كانت بتقاتل على وظيفة معينة هو ما عندوش الخبرة، والناس كانت الريكويرمنتس بتاعتهم او المتطلبات بتاعت الشركة دي انه لا عايزينه سنة او 2 او 3، وقبلوا ناس ما كانوش ما يعني كانوش ما عندهم كانوش اكس في الاندستري، او ما كانوش عندهم يعني ده، لان اكيد المهارات الشخصيه بتاعتهم، مهارات الشخصيه بتاعتهم كويسه، وعندهم قدره على التعلم، فانا اقدر وايمان اعلمه. وايمان بنفسك. خليك مؤمن بنفسك. انت مم. النهارده اشتغلت، حاولت، كمل. اصل فكره ان انت ما تخبطش على الباب دي، خلاص انا مش هفتح لك اصلا، انا مش شايفك. انت انا عايز خبره 2-3، طب انا اقعد بقى هلف عشان اشوف مكان يديني خبره 2-3؟ الطبيعي ان انت الخبره دي خدتها وانت في الجامعه. ده زي ما انا حقيقي. بقول لك انت اشتغلت، المفروض تشتغل. لو الكلام ده اه كله في حالة ايه يا حازم؟ الكلام ده كله في حالة ان انا كنت بشتغل في نشاط طلابي، فبقى عندي خبرات تعامل مع بني ادمين، نزلت تدريب في اماكن اللي بتوفرها برضو الجامعات والنشاطات الطلابية، طبعا طبعا حاولت ان انا طبعا. اشتغل. فكل ده كون مجموعة من الخبرات عندي، وده اللي احنا صحيح كنا بنتكلم عليه في رحلة التعلم النظري صحيح والتطبيق العملي والخبرات. صحيح. للأسف الناس بتنتظر لغاية ما يتخرجوا وبعد كده يبتدوا يبصوا على ده. فاحنا مم. أول خطوة، لا، أنت حياتك العملية بتبدأ من دخولك الكلية، فأنت مظبوط. محتاج تبص على ده، مهم جدا. صحيح. تاني حاجة يقول لك إيه بقى، البيضة ولا الفرخة؟ امم. يعني أنا عندي خبرة عشان أشتغل، أنا محتاج الخبرة عشان أشتغل، ايوه بس أنا محتاج الشغل عشان يبقى عندي الخبرة. ايوه. فانت ممكن النشاطات الطلابيه والنشاطات اللي انت بتعملها وانت في الجامعه يدوك بعض من الخبرات اللي تؤهلك انك تعرف تشتغل، صحيح. لان في غيرك، مش كل الناس زي بعض، في غيرك ممكن يتخرج ويبتدي لسه يعمل الكلام ده، انت تبقى خارج من الكليه ريدي. ودي ممكن تكون بعض الانطباعات عند الناس مختلفه شويه، ان هو دايما بيبص اكتر هو انا هكتب ايه في في السي السي في. في، مش اتعلمت ايه. امم. ونروح لفكره تانية اللي هي فكره السيرتيفيكتس او الشهاده. ودي دايما انا بقول للناس، انت ما تبصش، الشهاده مهمه، بس وانت رايح تعمل انترفيو او مقابله، مش هقول لك هات لي الشهاده اشوفها، ولا هتحط الشهاده في السي انا في. هقعد اتكلم معاك، انا عيني في عينك وهشوف اجاباتك لو قلت لي واخد احسن شهاده من احسن جامعه في الدنيا، بس انت المقومات الشخصيه والمعلومات اللي موجوده عندك لا تؤهلك، انت ما اتعلمتش حاجه. صحيح. فالناس تبتدي تبص بنظرة مختلفة على ان هو يطور في نفسه، مش ان هو يحصل على شهادات. شهادة مهمة في بعض الحالات، مهمة بالذات في المجالات التقنية، بس الشهادة دي بيعقبها علشان ياخدها ان هو يكون اتعلم صح، وتعلم الحتة التقنية دي بصورة صحيحة، فده يؤهله بعد كده ان هو يدخل سوق العمل بسهولة جدا ويبقى مختلف عن غيره. في اجهازيه احسن من غيره، ده حقيقي. وهيبقى ليه اولويه عندي لما يجي النهارده يقعد معايا. انا بالنسبه لي هاخده احسن من واحد مش عارف يقول لي كلمتين 3 على بعض. لما اساله طب انت في اي حاجه زمان عملتها، في اي مشروع صغير عملته ونجحت فيه مثلا، صح يعني صح صح كل ده بالنسبه لي انا هقدر ابني عليه في القرار بتاعي على حسب انت عملت ايه. صح حتى لو لسه متخرج، بس صح. بتقول لي لسه متخرج بس اشتغلت مع ابويا مثلا، اشتغلت مع عمي كان بيتاجر في العربيه، اي حاجه. ابتدي بقى اقول تعال لك، قول لي اي حاجه ابتدي انا اقول لك بقى ساعتها، طب انت وانت شغال ايه العقبات اللي وقفت قدامك؟ والله حصل مثلا. كذا. حلتها طب حلتها ازاي؟ ازاي؟ طب صحيح ما كل دي مهارات، صحيح كل دي صحيح خبرات انت صحيح بتكتسبها. صحيح. لكن مجرد ان انا ابقى عيني بس على هكتب ايه في السي في، لكن انا كشخص ما عنديش مهارات او ما عنديش معلومات او ما عنديش علم او حاجات تؤهلني، هتبقى مشكلة كبيرة جدا الحقيقة. طب خليني اسالك بقى سؤال تاني مهم برضو يا ابو النور. دايما بنشوف ان الطلبه او الناس قبل ما تخش السوق او تروح لسوق العمل بيبقى عندهم يعني نقدر نسميها ايه، توقعات خاطئه، تخيلات خاطئه. لو هاخد مثال صغير، مثلا بتخيل الحياه جميله وانا هخلص تعليمي وهروح مثلا يعني هلاقي شغل ويديني 50-60 ألف جنيه، ده أنا راجل خريج مش عارف، كل الكلام الجميل ده. طيب دي تفتكر
حلها ايه؟ مع العلم ان الحياه مش وردي ومش جميله، كلها تحديات وكلها مرمطه، وعمرك ما هتبقى جامد او شخص ناجح غير لما تكون اتمرمط ودفعت الثمن بجد. ده حقيقي. فهي اختيارات، انت اللي بتحدد بقى. حلو. طيب إحنا خلّينا زي ما كنا بنتكلم على الخطوات اللي أنت محتاج تعملها، خلّينا نقول في الأول إن أنت لازم تقلل التوقعات بتاعتك الexpectations بتاعتك. عظيم. بمعنى أنا مش باقول لك إن أنت قلل من شخصيتك ولا قلل من نفسك ولا قلل من تعليمك خليك ولا واقعي، قلل من حاجة، خليك واقعي. بس رقم 1 خلّيك realistic واقعي. صحيح، صحيح. ليه واقعي؟ أنا لسه متخرّج، فلسه خبراتي قليلة في سوق العمل، فأنا محتاج أبتدي في الأول. الفلوس مهمة وهتشتغل في المكان اللي يدّيك فلوس أحسن، بس في نفس الوقت ما تشتغلش في مكان هيدّيك فلوس أحسن دلوقتي، بس مش هيعلّمك، صحيح، هيخسرك وبالتالي بعدين. أنت ما اتعلّمتش، أنت بالعكس سعرك في السوق هيزيد بعد كده. صحيح. ده يخلّينا نرجع لنفس النقطة اللي كنا بنتكلّم عليها، إن في 3 حاجات المفروض نبُص عليها. أول حاجة الsoft skills اللي إحنا اتكلمنا عنها، ايوه. والhard skills التقنية، والcareer readiness. إيه هو الcareer readiness؟ الحاجات اللي أنا محتاج أعملها عشان أبقى مستعد للcareer بتاعي. صحيح. انا هنا خليني اقول حاجه، المهارات التقنيه عشان بس نلخص الموضوع. المهارات التقنيه دي هو كل واحد بيقدر يحددها نظرا للدراسه بتاعته اللي هو بيدرسها، حقيقي. ويقدر ينمي منها ويطور منها زي ما هو يحب. ده حقيقي. اما السوفت سكيلز دي فهي حاجة أساسية لازم تكون موجودة في كل البني آدمين، ده حقيقي. لأنها لو مش موجودة أنت فقدت ما يقرب من 60-70%. ده حقيقي. أنت فقدت النهاردة لما تروح تشتغل في مكان، حتى لو أنت اكسبرت أو عندك يعني خبرة كبيرة جدا في حاجة معينة، مش قادر تاخد مراكز أحسن في الوظيفة بتاعتك بسبب عدم التواصل الجيد. أو المهارات الشخصية. معلش حازم أنا هاقاطعك في الحتة دي، هنضيف عليهم حاجة رابعة ودي مهمة جدًا، الdigital skills. دلوقتي أيًا كانت الوظيفة اللي أنت هتشتغلها وأيًا مظبوط. كان مجالك، مظبوط. فأنت لازم يبقى عندك digital skills. إزاي بتعرف تتعامل مع الdigital، مع الapplications، مع الsoftwares صحيح. المعينة، تتعامل مع الAI بتعرف تستخدمه والّا لأ صح، بتستخدمه صح مش بتتchat معاه بس، لأ، مم. إزاي توظّفه مش هو اللي يوظّفك، ودي هنتكلم عنها في الpodcasts اللي جاية في حلقات كتير جدًا. الناس دايمًا بتبُص للcareer readiness اللي هو إيه، مم. إزاي أستعد للcareer، اللي هو بيبُص إزاي أكتب CV، إزاي أعدّي المقابلة. احنا بس عايزين نقول الكارير ريدنس دي اللي هو ايه يعني الcareer readiness اللي هو الاستعداد الاستعداد للمجال. للمجال بتاعه. مظبوط. هو بيشتغل دايمًا على الاستعداد للمجال بتاعه. أيوة. إيه هو الاستعداد للمجال بتاعه؟ إن هو ساعات كتير جدًا الناس بتهمل الsoft skills المهارات الشخصية والمهارات التقنية، ويبتدي يبُص على إيه، بيتخيل إن هي دي الحاجة اللي هتكون مهمة، اللي هو إزاي أتعلم أكتب CV، إزاي أعدّي الinterview. ايوه. ما هو أنت عشان تكتب CV أنت بتكتب مين عن مين؟ عن عن نفسك. نفسي، عن مهاراتي، عن خبراتي. بس أنت لمّا بتدخل مقابلة شخصية، أنت الشخص اللي قدّامك ده عايز يعمل إيه؟ هو عايز يتعرّف عليك. مظبوط. فتخيّل نفسك لو أنت مش عارف نفسك، انت مش هتقول هتعرف ايه؟ انت هتقول هتقول إيه. ايه؟ فالأول نبتدي بالsoft skills نتعلّمها كويس، بعد كده الtechnical skills، وبعد كده نبُص هنكتب إيه بقى في الcareer readiness أو الاستعداد للمجال بتاعي من خلال المهارات الشخصية والمهارات التقنية، ونبتدي نشتغل عليهم مع بعض. وأعتقد ده اللي إحنا إن شاء الله الفترة اللي جاية هنبتدي نتناوله. هنبدأ أعتقد بالsoft skills بالمهارات الشخصية. عندنا أكتر من موضوع إن شاء الله هنبتدي نتكلم عليه ان شاء الله. الpodcasts اللي جاية. ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ابو النور، انا مبسوط بالحوار اللي احنا عملناه مع بعض النهارده. انا حقيقي عاطفيا بميل جدا للاعمار دي في المرحله اللي احنا بنعيشها دلوقتي. انا شايف ان هم دول اللي يقدروا يغيروا المشهد لنفسهم ولينا، على فكره مش نفسهم بس، لنفسهم ولينا، ويساعدونا كتير جدا. لقاء كان جميل وممتع، وان شاء الله هنتقابل مره تانية، فكل الشكر ليك. إن شاء الله. عايز اقول لكم يعني انبسطنا النهارده جدا بالحوار ده. احنا المره الجايه هنتكلم على حاجه بقى مهمه جدا، هنتكلم على المقارنات والطموح. ده هيبقى عنوان الحلقه بتاعتنا. نشوفكم على خير. كان معاكم حازم مصطفى ومحمد ابو النور.